بكم. النهاردة هنعمل محشي الكرنب او الملفوف على حسب، يعني في دول بتقول على الكرنب ملفوف. هنعمله معاكم خطوة خطوة واعرفك ازاي الصابع منك ما يفكش. انا معايا حلة على النار، حطيت فيها مية مغلية، غليت فيها مية وحطيت معلقة ملح. قورت الكرنباية، حولت القلب بتاعها شلته، هنسلقها بنفس الطريقة كده. لما تحس ان الورقة بدأت تطلع منها من الكرنباية تعرف ان هي استوت خلاص، تشيليها. المية لقيتها شوية زدتها خلاص. كل ما الورقة تقطع تسيب من الكرنباية تعرفها استوت خلاص. هنشيلها ونحطها على مية باردة، هنحطها في صينية جنبه وبعدين نحطها على مية باردة لو هي استوت زيادة. بس هو استوى منه كويس، يعني مش مسلوق قوي ومش مهري منك يعني. زي ما انتم شايفين كده بنفس الطريقة. خلاص سلقت الكرنب، حطيت حلة على النار فيها زيت، بصلتين فرماهم، مش ناعمة أول البصلة ومش خشنة، متوسطة تبدأ تاخد مني لون. انزل عليها بعصير طماطم. خلاص بدأت الطماطم تعمل اهي، تاخد لون شوية. نزلت عليها بنص معلقة ملح. التوابل احط منها شوية بس مش كلها. ربع معلقة فلفل اسود، حطيت ربع معلقة شطة، عايزين يبقى حرق شوية. حطيت عليها معلقتين معجون طماطم. لو هتعملي صلصة في البيت، يعني معجون في البيت انت اللي عاملاه، حط 3 معالق. حطيت شوية كزبرة، ربع معلقة كزبرة ناشفة. بدأت الصلصة تستوي معايا. رز غسلها معايا ومصفياه. هنا ازاي اوريك ان ازاي تقطع الورقة يبقى كله مستوى واحد، نفس التقطيعة. نفس الطريقة كده. هنشيل الزواد اللي هي التخينة دي، نشيلها على جنب. طبعا الكرنب في مصر حلو عن هنا، يعني هو عندك هيكون احسن مننا بكتير. طبعا الكرنب هنا ورقته تخينة، مش حلو، يعني ما يساعدكش قوي في المحشي او الملفوف. فيه دول بتقول عليه ملفوف الكرنب. نفس الطريقة كده هنقطع كل واحدة لوحدها. يعني زي ما انتم شايفين. الزواد هنشيلها، الورقة التخينة قوي مش هنقدر نعملها يعني. هنا خلاص الصلصة استوت معايا. رز غسله زي ما قلت لكم، كيلو رز نزلت بيه على الصلصة. التوابل بنحط منها شوية في الصلصة، والباقي بنحطه على الرز. معايا شبت وكزبرة وبقدونس. الشبت اقل من الكزبرة والبقدونس. المحشي بالذات يعني يحب البقدونس اكتر. فرماه الخضرة، فرماها كويس، نزلت بيه عليه. العيدان بتاعت الكزبرة ما بعملهاش كلها، يعني بكون عيدان تخينة ما بعملهاش كلها، خليها بعدين هقول لكم اعمل فيها ايه. نقلبها كويس لما الخضرة ما عادش تبان معايا. بصلة فرماها، حط عليها فلفل اسود وملح شوية، قرن فلفل برضو حتى ومقطعاه مكعبات، كزبرة، فلفل اسود، ملح، شطة، شوية بابريكا. لما تحط التوابل في الرز لها طعم تاني شوية، يعني احسن شوية من تحطيها كلها في الصلصة. حطينا جزء منها في الصلصة بس مع الرز حطيت شوية.
عروق الكرنبايه اللي قطعناها حطيتها في ارض الحله، والعيدان بتاعت الكزبره والشبت والبقدونس حطيناها تحت في الحله. قرن فلفل قطعته بيديلها ريحه حلوه وطعم حلو المحشي. خلاص، وهنا بورقه كبيره خضراء هنسوي بيها الحله من تحت. هنلف معاكم المحشي زي اوريك ان انت تلفيه وما يطلعش منه رز من الجوانب ويبقى الصابع صغير. نفس الشكل كده. خلاص هنبدأ نحط شوية رز في الصابع ونلفه كده، نضغط عليه شوية شوفوا من الجوانب ما يبقاش فيه رز طالع من بره. لو الرز طالع من بره هتعجن الرزية منك، بعدين تيجي تقلب الحلة تلاقيها معجنة او طالع منها رز في الجوانب. هنلف معاكم شوية، نحط 4 صوابع مصفين و4 عكسهم، كل 4 على جنب. خلاص، وهنلف معاكم الصوابع نوريكم ازاي تلف الصابع المحشي نفس الشكل كده. هنحط شوية ونبرم الصابع كويس، المهم ما تخليش الرز طالع منه من الطرف بتاعة الصابع. ايوه نفس الشكل كده، المهم الرز الصابع ما يكونش باين منه. نفس الشكل كده نحط 4، كل 4 عكس بعض عشان لما تيجي تقلبيه يطلع معاكي مظبوط. هنا خلاص لفيت اول سطر نفس الشكل كده، كل 4 عكس بعض. خلاص هنا حطيت الشوربة، المرقة بتاعتي حطيتها على الرز المحشي، هولع عليه على نار عالية او عالية اول ما يبدأ يغلي. هنقص عليه النار. شوفوا ما شاء الله، ما فيش لا صابع طالع برا لا رز طالع برا ولا اي حاجة. احط عليه طبق تقيل شوية، ضغط شوية المحشي ما تزيديش المية بتاعتي، يدوب الصبع يكون متغطي بس بالمرقة او الشوربة زي ما تحطي. انا معايا استوى خلاص اهو، فضيته. جربوه بنفس الطريقة ان شاء الله يعجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.